يمتلك محمد شريف مهاجم النادي الأهلي فرصة التقدم في قائمة هداف الفريق الأول لكرة القدم التاريخية في إفريقيا عندما يواجه الجيش الملكي المغربي. ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بملعب مولاي عبد الله يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان المارد الأحمر بدأ مشواره في مجموعات الأبطال بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانغ أفريكانز بهدفين مقابل هدف. ويتطلع الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي والحفاظ على صدارة مجموعته، علما أن البطولة الإفريقية ستتوقف لفترة طويلة بسبب إفريقيا. وكان محمد شريف سجل هدفا في الفوز على شبيبة القبائل ليرفع رصيده إلى 16 هدفا مع الأهلي في إفريقيا. وحال تسجيله هدفا ضد الجيش الملكي سيتساوى محمد شريف مع حسام حسن ومحمود كهربا اللذين سجل 17 هدفا لكل منهما. وإذا تمكن شريف من تسجيل هدفين سيتخطى حسام حسن وكهربا ويتساوى مع محمد بركات وفلافيو 18 هدفا لكل منهما.